هالو شوجر. جات لي رسالة مضمونها وهي ان في بنوتة ما اتجوزتش واتقال لها بقى انتي كبرتي، انتي قطر الجواز فاتك. اتقال لها برضو كلام تاني اللي هو هم تعموا في عينيهم ولا ايه الكلام اللي هو المدرج ده في مجتمعنا يعني. طيب يعني هو مفيش حاجة اسمها قطر فاتني، خدي القطر اللي بعده. يعني الكلام ده قولي لهم كده، يعني هما بقى ايه، خدي الموضوع بهزار ماشي. واول ما تلاقي ان الحوار كده، يعني يا تخلعي بشياكه من القعده وتقومي وكانك ما سمعتيش حاجه. زي ما ربنا اداكي ودن هنا، اداكي ودن تاني عشان تخرجي منه الكلام اللي ما يعجبكيش. وخليكي صامده، وما تختاريش اي حاجه وخلاص عشان ترضي او تسكتي الناس. الناس كده كده مش هتسكت. ولو اتجوزتي هيقولولك ايه ده، هو انتي مخلفتيش ليه لحد دلوقتي؟ هيجوا في اللي بعديها. فما تديش فرصه لحد انه يتحكم في حياتك، او يخليكي تاخدي قرار متسرع تندمي عليه بعد كده بقيت حياتك، لان محدش هيشيل شيلتك. فنصيحة مني، تريثي دايما في اختياراتك، وصلي صلاة استخارة. واي قعدة سلبية بالشكل ده اخلعي منها بشياكة. واللي يقولك هم اتعموا ولا ايه، قولي لهم لا، انا بس اللي ربنا مخليني مفتحة شويتين تلاتة، انتوا متضايقين في ايه بس. فالجواز والخلفة ده رزق من عند ربنا، لسه ربنا سبحانه وتعالى ما انش الاوان ان انتي يعني تتجوزي دلوقتي. مش جاهزة لسه، في حاجات كتير، في لسه يمكن ربنا عايزني بيرتب لي حاجة معينة لسه ما جهزتش، هيفاجئني بحاجة حلوة. فاوعي كده كلامهم يخليكي تختاري اختيار غلط، او تحسي ان انتي ربنا مش معاكي، او ثقتك في نفسك تقل. وزي ما قلتلك كده قولي لهم انا مفتحه شويتين تلاتة، او مفيش مثلا قطر بيفوت هاخد القطر اللي بعده عادي. خليكي كده مركزه في الكلام اللي بيتقالك. وشكرا.